كان في زمان نادي اسمه، مش لازم اقول لك على اسمه، بس النادي دلوقتي كان لما اي فريق بينزل قدامه كان بيلعب على شرف المحاولة، يا اما تعادل وده انجاز، ويا اما تهزم وده الطبيعي. فلفت الايام وبقى النادي دلوقتي بيمتلك لعيبة بالنسبة لي يعني اعطت فرصة لاي فريق ان هو ينافس، اي فريق ان هو يقول لا انا هقدر. ومش هو ده يعني اللي يحرق الدم، لا، في كمان وصلنا لمرحلة ان في فرق بقت عقدة، ان في فرق بقت عقدة لينا. يعني مثلا زمان صن داونز ده لما كان بيحلق كل امنيته ان هو يفوز على يتعادل معنا، دلوقتي بيجي يفوز احنا مش بنقدر نتعادل اساسا. انت متخيل ان هو يعني فريق كان ما بيقدرش يتعادل، لما كان بيتعادل كان بيقول لك انا عملت انجاز. دلوقتي بيجينا احنا لما بنتعادل بيقول لا احنا عدينا ماتش، عملنا مباراة حلوة. ولكن ده كله يرجع لشوية لعيبة عاهات في الملعب. انا ما تقوليش بطولات وما تقوليش كانوا ماني، انا بتكلم عن روح، بتكلم على كيان، بتكلم عن تاريخ لعيبة. ازاي انت كفريق ترضى بالمهزلة اللي انت شايفها دي؟ ازاي اخر سنتين، اخر 3 سنين بتقابل صن داونز مش قادر تفوز عليه؟ سواء السنة اللي قبل اللي فاتت 2-1 2-2 في القاهرة، وهناك 5-2، وقبليها 1-0 و1-0، وها في السوبر ليج 1-0 هناك وهنا 0-0. فانت ازاي يجيلك قلب او يجيلك احساس انك مش قادر تفوز على فريق زي ده، وتاخد تتهزم وتاخد بعضك وتروح عاد ولا كأن في اي حاجه؟ فالمفروض يبقى في دم، المفروض يبقى في قلب، في روح. ولكن اللعيبه طالما خلاص بقت بتقبض بس واخدها وظيفه، ما واخداش اي حاجه تاني، انت بتستناش منها حاجه تاني اكتر من كده.